السلام عليكم. هنا كانت عندي الفلفله الحلوه، تقدروا تدوا الحمراء تدوا لي كولور، المهم تكون حلوه وما تكونش مره. غادي نحطها في الافراي كما تقدروا تشوفوها فوق النار. صاي دروك في طنجره ولا في طاجين غادي نحط شويه تاع زيت الزيتون، غادي نقلي الخضره تاعي اللي غادي تكون البصل الكروطه والكرافس، ونزيد لهم فصوص تاع توم وشويه تاع زعتره ولا عشب ونسيم، ونخليهم على الاقل مده 10 دقائق على نار قليله. دروك الفلفله هنا بعد ما طابت غادي نحطها في عفسه ونبلع عليها باش تعرق، ومن بعد كي نقيها تجيني سهله. الخضره هنا كي قليتها غنتبلها بشويه تاع الحرور والملح، هذا مكان نخلطها بيو ومن بعد نمرق بالماء حامي ونخلي الخضره تاعي طيب لي واحد لمده نص ساعه ماكسيموم. الفلفله هنا بعد ما عرقت غادي ندير دروك غادي نقيها ونقطعها مرصوات عادي. غادي نزيد لها كميه تاع المعدنوس، وهنايا ماذا بكم دو النعناع يكون غير ورق، كميه تكون مليحه تاع نعناع نحطها على ديك الخضره، نغطي عليها ونخليها مده 5 حتى 7 دقائق. دروك شنو غادي ندير؟ غنجيبو كاس تاع كريم ليكيد ولا كريم فريش بالبروميكسور، غادي نطحن كلشي نعاود نرجعها فوق النار غير باش تدي لها ديك غليه تاع 5 دقائق. صدقني بالله ياك هاد لاصو تاع الفلفله غادي تاكل وتترشق برو ماكس تاع بنا فري شابو مع شويه تاع الخبز محمص من فوق. نقول لك ليسونسيال، جربها بارطاجيها بصحتك. السلام عليكم.